السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عايزة اتكلم في موضوع كده، كان حد يعني كلمني فيه باختصار. في حد قال لي ان مفيش حاجة اسمها جنة ونار، ومفيش حاجة اسمها دين، وان الكلام ده كله كلام مش منطقي يعني، ومش مقنع بالنسبة له هو يعني. فانا لما قعدت افكر في الكلام ده شوية، لقيت ان وجود الدين اصلا في حياتنا حاجه نافعه لينا، وحاجه كويسه لينا، وان في جنه وفي نار دي حاجه برضو كويسه. وان يكون في نار، حد قال لي برضو ان ربنا ليه يعمل نار ويعذب عباده، يعني استغفر الله العظيم يا رب. فلما اكتشفت كده ان لازم النار تكون موجوده، لان في ناس اصلا انت بنفسك هتقول امال النار اتعملت على عشان مين لو دول مش هتحطوا في النار. بمعنى يعني هنفترض ان انت في بلد فيها دين، وفي بلد ماشيه بالقانون بس، زي ما هو قال لي كده. الشخص ده قال لي ايه؟ ان القانون يغني عن الدين يعني. فهنفترض ان في بلد ماشيه بالقانون بس، مفيش حاجه عندهم اسمها دين بقى خالص، ولا ربنا استغفر الله، ولا دين ولا جنه ونار ولا حاجه. وفي بلد تانية ماشيه بالدين، يعني الناس بتوعها متدينين. انت عايش هنفترض الاول في بلد اللي ما فيهاش دين بس فيها قانون، وانت شايف ان القانون طبعا هيحميك يعني. ايه الشقة اللي جنبك، جارك اللي جنبك كل يوم يخش يكسر عليك باب شقتك وينزل فيك ضرب انت وعيالك ومراتك، طخ 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 طخ. هتقولي القانون هيجيب لي حقي. هقولك الراجل ده مثلا ليه سلطة وبيعرف يظبط الدنيا. حقك هتجيبه منين؟ او مثلا القانون هيقولك اثبت ان هو بيضربك، ومفيش اثبات، هو كل يوم يخش يديك العلقة ويمشي. هل القانون هنا يعرف يجيب لك حقك؟ لا. طب انت نفسك سكنت بقى في البلد اللي فيها دين، لو الشخص اللي في الشقه اللي جنبك ده عنده دين اصلا مش هيخش يضربك ولا يعمل لك حاجه. طب لو ما عندوش دين ودخل وضربك، هو جاي اصلا من البلد اللي ما فيهاش دين وفيها قانون، ماشي. انت نفسك عشان انت شخص عندك دين هتقعد تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هتدعي عليه، هيبقى عندك يقين واحساس ان ربنا هيجيب لك حقك. لو ان مفيش قانون جاب لك حقك، او ان انت شخص ضعيف مش عارف تجيب حقك، او ايا كان، هتعرف ان في انت كشخص متدين ربنا هيجيب لك حقك. هنا هيبرد نارك شويه. فالبلد اللي فيها دين احسن ولا اللي فيها قانون احسن؟ انا ما بقولش ان نمحي القانون، لا، يبقى في قانون وفي دين، بس قانون بس يبقى استغفر الله. ما فيش نمحي فكره ان في جنه وفي نار وفي ربنا خالص، اللي هي فكره الالحاد يعني. لا، في جنه وفي نار وفي ربنا وفي عقاب في كل حاجه. طب هنفترض انت برضو هيقولوا لي في قانون اللي هو بدل الدين يعني. في حاجات اصلا ما بيعاقبش عليها القانون، بس دينيا انت ضميرك هيأنبك مش تعملها. دينيا انت كان ممكن واحد مثلا مش في وعيه مثلا، ومضيته على ورقه خدت كل املاكه، جيت انت رفعت عليه قضيه. طب ما دي امضتك، طب ما انا كنتش في وعي، لا معلش اثبت كده. فين القانون؟ مفيش قانون هنا. القانون هنا لا يحمي المغفلين، اللي هو سعادتك يعني، سوري. لكن لو في دين وحد شافك مش في وعيك، ضميره هيأنبه، لا مش هعمل كده، اصل كده حرام، اصل كده في نار، اصل كده في عقاب من ربنا عاجلا او اجلا. فاحنا نربي الناس على ان في دين وفي جنه وفي نار وفي ربنا، ولا نقول لهم لا مفيش كل ده بس في قانون يحميك؟ اني افضل انك تعيش في بلد ملحده بس فيها قانون، ولا ان بلد فيها قانون وفيها دين؟ اني الافضل بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي لا، يكون فيها دين، لان القانون مش هيحميني. وفلنفرض ان القانون بيحمي، لو كانت الناس بتخاف من عقاب القانون ما كانش فيه ولا جريمه قتل حصلت ولا عقاب اعدام حصل. لو كانت الناس بتخاف من القانون، ما هم بيقتلوا وبيروحوا يتعدموا عادي، او بيقتل وبيروح يستخبى، او بيعمل الجريمه الكامله ما بيتعرفش. فين هنا بقى في ضمير؟ لا. واحد بقى رتب وظبط وعمل كل حاجه وعمل الجريمه الكامله، القانون هيمسكه هيعرفه هيعاقبه؟ لا، مش هيعرفه اصلا. لكن لو في دين وفي جريمه كامله، انت شخص متدين وفي جريمه كامله انت عملتها، هتبقى عارف ان في عقاب هيحصل لك على الاقل لو مش في حياتك. وده لا، مش ممكن هيحصل برضو عقاب في الحياه، بس فلنفرض انك عشت طول حياتك متمرمخ في النعيم، بس في نار مستنياك. فلو في دين انت عارف ان في عقاب،
لو انت شخص متربي على ان في دين هتبقى متأكد ان في عقاب وثواب، جنة ونار، حياة كويسة وحياة ضنك. فانك تلغي فكرة ان في اله وفي دين وفي جنة وفي نار، صدقني انت الخسران، انت الخسران. كل حاجة هتبقى مباحة. ما هو لو ما في، احنا عندنا الدين بيحرم مثلا الخمرة، الزنا، السرقة، القتل، كل ده حرام. فأي شخص متربي على ان الحاجات دي حرام وليها عقاب هيبقى خايف يعملها، هيبقى خايف، ضميره هيأنبه، ما هو متربي على الدين. طب هات بقى واحد لا ما فيش جنة وما فيش نار وما فيش ربنا، ايه اللي هيمنعه من انه يسرق، من انه يقتل، من انه يزني، من انه يشرب مخدرات، من انه يعمل اي حاجة غلط؟ ايه اللي هيمنعه؟ احنا اللي بيمنعنا ديننا. ايه اللي هيمنع الشخص التاني ده اللي هو الملحد يعني انه يعمل اي حاجة؟ ما اعرفش، ما فيش، ما اعتقدش ان في حاجة هتمنعه. انت لو شخص عايش مع ناس متدينة عارفة ربنا، عارفة ان في دين وفي عقاب وفي جنة وفي نار، هتبقى آمن على فلوسك، عارف ان فلوسك مش هتسرق عشان الناس دي لا ما عندهم السرقة حرام. آمن على اهل بيتك، عارف ان محدش هيبص لهم ولا يعمل فيهم اي حاجة عشان هم عارفين ان ده حرام. آمن على حياتك، محدش هيجي يخش يقتلني عشان الناس دي عارفة ان ده حرام. في ممكن حد يجي يقول لي طب ما هي الحاجات دي بتحصل كلها في بلاد فيها دين. حلو، بتحصل صح. الشخص بقى اللي عمل الحاجات دي هل عنده دين؟ لا، لا ما عندوش. فانا مش بتكلم على البلاد انها تكون فيها دين او ما فيهاش، في بلاد كتير فيها دين بس بيحصل فيها حاجات وحشة كتير. دي بقى حاجات فردية، هو اللي يسأل عنها كشخص. هو ما ترباش على ان الحاجة دي حرام، ما ترباش على ان ده عيب. فالدين هيخليك تأمن على حياتك وبيتك ومالك وأهلك كله لو في دين. لكن لو في قانون، روح خد حقك بالقانون بقى، قانون بس. ففكرة الإلحاد في حد ذاتها فكرة مؤذية، والله العظيم مؤذية، مؤذية حتى نفسيا. ان انا ابقى عارفة ان الشخص اللي سرقني او اللي اذاني ضرني ضرر كبير ده ملوش اي عقاب. لكن فكرة ان انا عارفة ان في نار وفي جنة، هعرف ان الشخص اللي مثلا اذاني اذى كبير الحمد لله يا رب ان في نار عشان الشخص ده عارفة مصيره انا بعدين، نفسيا هستريح. تخيلوا، هبقى عندي كده يعني هدوء نفسي ان انا عارفة ان الشخص اللي اذاني ده في نار مستنياه، هبقى مبسوطة. حتى لو مش شايفاه بيتعذب قدامي دلوقتي، مش شايفة اي عقاب حصل عليه، انا هبقى عارفة ان العقاب لسه جاي بعدين. طب اذاني ومات خلاص، ما فيش وقت، ما يعني اذاني ومشي خبطوا العربيه مات، هبقى عارفه ان هو كده رايح على النار لاني مش مسامحاه. ففكره انك يبقى عندك دين وعارف ان في جنه وفي نار، ده منتهى العدل. عشان الناس بس اللي بتقول ان يعني ربنا يعمل النار ليه ويعذب عباده، يعني استغفر الله العظيم، دي حاجه يعني مش حابينها. منتهى العدل من ربنا ان يبقى في جنه وفي نار. يعني يبقى الشخص اللي سرق وقتل وزنى وشرب وعمل وسوى ده يخش الجنة مع ناس أصلا حرمت على نفسها كل اللي ربنا حرمه وما أذتش حد وعاشت كده بضمير؟ يبقى ده يتساوي مع ده ويخش كلهم الجنة، أو ده يتساوي مع ده والاتنين يموتوا ويركضوا في سلام وميبقاش في أي عقاب؟ منتهى العدل إن في جنة وفي نار، منتهى العدل أقسم بالله. عشان يبقى الشخص اللي أذاني وأذى فلان وأذى علان، والشخص اللي قتل، والشخص النار مستنياهم. أمال هي النار صح اتعملت لمين؟ عشان الناس دي ما يبقاش كلنا متساويين. ده ظلم، ظلم. لو ما فيش نار وما فيش جنة ده ظلم بقى. ان انا ابقى عايشه مستقيمه، ما باذيش حد، ما بتكلمش على حد، ما باجيش على حد، ما قتلتش حد رغم انه ظلمني، ما عملتش. وفي شخص تاني عايش في نفس الزمن اللي عايشه فيه، قتل ده وسرق ده وضرب ده وعمل ده، واحنا الاتنين نموت ونبقى مصيرنا واحد. ده ظلم كده، ده ظلم ليا انا بقى، ان انا عايشه مستقيمه وفجاه الاقي نفسي متساويه بالشخص اللي عمل كل يعني الموبقات. فمنتهى العدل من ربنا ان يبقى في جنه وفي نار، منتهى العدل ان يبقى في عقاب وثواب، منتهى الامان واطمئنان
واطمئنان ان يبقى في دين مع القانون. ده رأيي، وكل واحد حر في رأيه، بس انا لما قعدت فكرت لقيت ان الموضوع صدقوني كده افضل، في دين افضل، الناس تربي عيالها على ان في دين وفي حرام وحلال احسن كتير من انك تقول له في قانون وفي عقاب. ربنا يهدينا جميعا ويهدي اولادنا ويحفظهم من كل سوء ومن كل فتنه، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على ديننا في وسط هذا الزمن المليء بالفتن، اللهم امين. اللهم احسن ختامنا جميعا، اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.